تاريخ اللقاءات بين الرجاء البيضاوي والجيش الملكي منذ انطلاق أول بطولة مغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وإلى غاية بداية سنة 2019. تواجه فريق الجيش الملكي والرجاء البيضاوي في البطولة فيما مجموعه 117 مباراة. فاز الرجاء في 37 مباراة فيما فاز الفريق العسكري في 33 مباراة، وتعادل الفريقين في 47 مناسبة، وتميزت دائما مبارياتهما بالندية والإثارة والفرجة والحضور الجماهيري الكبير. كفة الأهداف الرجاوية وأكبر الحصص العسكرية. بالنسبة للأهداف فالكفة تميل كذلك للرجاء بمجموع 100 هدف مقابل 99 للجيش الملكي، فيما أغلب النتائج الكبرى تصب لصالح العساكر، بحيث فازوا بأكبر حصة في الذهاب بموسم 1963-1964 ب5 أهداف دون مقابل، كما فاز بحصة 4-1 موسم 2008-2009 وموسم 2015-2016، وفاز بنتيجة 3-1 موسم 1990 و1991. أما الرجاء البيضاوي فيبقى أكبر انتصار حققه على فريق الجيش الملكي كان بحصة 3-1 موسم 1967 وموسم 2008-2009 وموسم 2011-2012 وأخيرا موسم 2013-2014. آخر فوز للفريقين. يرجع آخر فوز للفريق اليوم 23 يناير 2019 برسم المباراة المؤجلة عن الجولة الرابعة، وانتهت ب2-1. أما آخر فوز للجيش يعود لتاريخ 18/2/2018 بالرباط، عندما فاز العساكر ب2-1 من توقيع محمد كمال وضربة خطأ مهدي بالرحمة، التي أثارت الجدل بين الحارس زنيتي ويوسف قديوي، مع الإشارة أن النسور الخضر ضيعوا ضربة جزاء في الشوط الأول عن طريق ياجور. وكمعلومات إضافية، قد استقبل الجيش الرجاء البيضاوي في 58 مناسبة، فاز الجيش في 24 مباراة، تعادل الفريقين في 25 مباراة، فازت الرجاء في 9 مباريات، سجل الجيش الملكي 65 هدف، سجلت الرجاء 38 هدف. فريق الجيش الملكي لم يشارك في البطولة الوطنية لموسم 1965-1966 بسبب تفرغه للاستعداد للبطولة العالم، وقد كان قاب قوسين أو أدنى من أن يعانق لقبها، إلا أنه خسر في المباراة النهائية واحتل مركز الوصافة. وتتجه أنظار عشاق البطولة الاحترافية يوم الأحد المقبل إلى ملعب مولى عبد الله بمدينة الرباط لمتابعة مباراة الكلاسيكو